انا واقف في موضوع التسويق. في يعني اوريدي انا شركه قائمه دلوقتي؟ دلوقتي احنا تحت الانشاء. يعني احنا كلنا موظفين، 4 موظفين، بنعمل الشركه مع بعض، اوبريشن اند مينتنس. يعني احنا لسه فبدانا. لسه 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 في مرحله الستارت اب. بالظبط. كويس. بالظبط. حلو، فاحنا واقفين في موضوع التسويق بس. يعني احنا عملنا كل حاجه ودراسه جدوى، وعرفنا العميل المستهدف مين، وعندنا عملاء اوريدي، بس لسه ما بدأناش. طيب حلو قوي. خليني ارخم شويه. احنا عندنا دراسه جدوى وشركه وعملاء، بس لسه ما بدأناش، بس احنا في مرحله واقفين على التسويق. احنا اتفقنا ان احنا في المراحل عايزين نطمن انه عندي مؤشرات بتقول لي انا في المرحله دي، ومؤشرات بتقول لي انا خرجت من المرحله دي ودخل على المرحله اللي وراها، عشان ما انتهش. صح. فهل انتوا عملتوا بيع بالفعل؟ يعني عملنا فاليديشن، حصل بيع؟ لا، لسه ما بعناش، لان اسم الشركه لسه ما اتعملش، يعني يبقى انا السي ار يبقى انا لسه مش ما واقف على خرجش. التسويق، يبقى انا مش واقف على التسويق. لانه انا واقف على التسويق ديت يا عاصم، انه معناها ان انا المرحله اللي انا محتاج اركز عليها دلوقتي هي مرحله التسويق، وبالتالي انا في مرحله الرامب اب، انا في المرحله الثانيه من الخمس مراحل. بس انا لسه ما تمام. بعتش ولا بيعه، فانا في مرحله الستارت اب. عشان بس نظبط دماغي انا وانت على بوصله تمام. واحده. صح. صح. تمام. فاحنا في مرحله الستارت اب، فالتركيز اللي المفروض هنا يكون على مرحله الستارت اب. انت بتقول لي انه الشركه هتكون بتقدم خدمات اوبريشنز وايه مينتنس. ومينتنس. لمين بقى؟ مين الكلاينت ومين؟ الكلاينتس تبقى ناس عندها جنريتورز وعندها سولار بانلز. اوكي. في تمام. انهي مكان، في انهي دوله، في ايه سعوديه. التفاصيل؟ في السعوديه. تمام. اوكي. تمام، احنا شركاء 2 سعوديين و2 مصريين. تمام. اوريدي عملنا تأسيس الشركه في مصر عشان ننقلها السعوديه. تمام. اوكي. اوكي. يعني خدنا السي ار بتاع مصر، ودلوقتي بناخد السي ار من السعوديه. تمام. فاحنا لسه ما استلمناش السي ار، فمش عارفين نعمل مبيعات، لان اسم الشركه لسه تحت التأسيس، لسه بنشوف اسم الشركه هيتقبل ولا لا. فاين. بس اوريدي عندنا عملاء. احنا محددين العملاء بتوعنا فين. كويس. فاضل بس نعمل اسم الشركه والبروشور ونعمل ماركتنج لنفسنا بس. طيب حلو قوي. حلو قوي. بس انت ما بتقول لي عندنا العملاء اوريدي، عندنا بمعنى انه احنا عارفينهم ومحددينهم، ولا بالظبط. لا احنا واقفين بس احنا مجرد ما بقى معانا السي ار في السعوديه احنا هنروح نعمل ديل هنروح نعمل ديل على طول. على طول؟ موجودين. وفي اوريدي تراست، في ريليشن شيب سام هاو. في ريليشن شيب من الشركه اللي احنا فيها دلوقتي. عظيم جدا. طيب يبقى انا هنا عشان تاني نرتب الدنيا، وان شاء الله تبقوا ماشيين كده باذن الله، ربنا يفتح لكم فتوح العارفين. يا رب ان شاء الله. نركز شعار المرحله دي، ما فيهوش حاجه اسمها نعمل بروشور. يعني انا ربنا كرمني وعندي كاستمرز وريليشن شيب موجوده و واقف على السي ار، انا اجيب السي ار واروح اعمل سيلز الاول تمام. اعمل فاليديشن. بعد ما اعمل فاليديشن ابقى خلاص، لا ده تمام ضن، لان الله اعلم ان شاء الله تاني ربنا ييسرها وتبقى الدنيا زي الفل. بس الله يا رب. اعلم وانا ماشي في البروسيس علشان اعمل البيعه الاولى، ايه ممكن يطلع في الطريق الله اعلم. فانا مش صح. عايز اروح اصرف اي فلوس في المرحله الاولى تاني. الشعار بتاعها ان انا باسرع ما يمكن عايز افتح سبرنت، باسرع ما يمكن عايز اروح اطلع بروتوتايب او نموذج مصغر من المنتج او الخدمه اللي انا هقدمها. ففي حالتك انت عايز تعمل كونتراكت صغير ان شاء الله. يعني لو انا اقدر اعمل كونتراكت صغير دلوقتي، ومش لازم يبقى يعني بقى موثق مظبوط وعقد تمام ومش عارف، لو طالما في ريليشن شيب وهكذا، ودي حاجه يعني ما انصحش بيها. لكن قصدي انه لو حد عميل we are very close وريليشن شيب تمام وما اعرفش ايه، وممكن اعمل عقد صغير لغايه لما السي ار يطلع وبتاع، خير وبركه. المرحله بس انا الاولى مش انا هقدر عايز اعمل اعمل دي يا استاذ فاليديشن. وليد لسبب. انا مش هعرف اعمل دي لسبب، لان هي الخدمه اللي انا هقدمها في نفس الخدمه اللي في وظيفتي. فده اسمه تضارب في الوقت، تضارب في كونفليكت المصالح. اوف انترست، يس. اه بالظبط. فمش هعرف اعملها قبل ما انقل نفسي من الشركه دي اللي انا فيها حاليا على شركتي الاساسيه. فل. فل، تمام. متفق معاك. مش هعرف متفق ابدا. معاك. وفي عملاء اوريدي عايزين البوشور
عايزين ورقنا وعايزين السي في بتاعنا عشان يبداوا معانا كونتراكت، فلازم اعمل بروشور، انا مضطر اعمله. تاني يعني انا مش ضد، انا بتكلم معاك في الصوره من واسعه شويه. بقول بالظبط. لك انه المرحله الاولى يعني خليني اطمن، انت هتبقى شريك من الاربعه شركاء صح؟ بالظبط. خليك انت اللي بتليد الموضوع. يا جماعه احنا يعني يعني هنتوخى الحذر كده. جماعه بتوع البيزنس بيقولوا خلونا الاول في المرحله الاولى نطمن ان احنا ماسكين فلوس في ايدنا، صح. وعدينا كل الريجوليشنز وحطينا تيك مارك على كل حاجه و وبعدين نروح نانجكت. لكن لو حاجه مش هعرف، نو واي اعرف اعمل الديل الاولاني من غيرها، اصبحت نيسيسري، اصبحت ضروريه ومهمه، اروح اعملها ماشي. لكن انت دلوقتي بتقول لي عندي نوعين من العملاء، نوع اوريدي موجود واقف بس على السي ار بس، ونوع موجود. تاني طالب مني بس البروشور واروح اقدم له واشتغل شغل بقى يعني سيستماتيك ونمشي في السايكل مظبوطه وهكذا، على عيني وعلى راسي. خليني الاول اركز في السي ار، في السي ار يطلع واروح اجيب الديل الاولاني، التعاقد الاولاني مع الحد اللي مش محتاج بروشور، او ايا كان ما هو المسميات الاخرى زي كلمه بروشور. انا مش عايز اصرف فلوس في الاول، انا عايز اطمن انه الفكره اللي عندي ان شاء الله هتعدي كل العقبات بتاعت كلمه ستارت اب، ايا كانت عقبات قانونيه تاسيسيه، ايا كان المسمى. عايز اطمن انه الطلعه الاولى بحمد الله وتوفيقه تمت، ومسكت فلوس في ايدي او عملت كونتراكت، بعدين امشي بقى بفقه الاولويات، هيخش على المرحله الثانيه اللي اسمها التسويق. طب انت بتقول لي النهارده انه اوريدي عندك عملاء واقفه، ليه بتقول واقف على التسويق؟ لان انا عايز، هو انا عندي 2 عملاء، كويس. عندي 2 عملاء مش هيجيبوا لي اللي انا صرفته في خلال ال6 شهور اللي فاتوا. انا بأسس من 6 شهور. اوكي. تمام. ف2 عملاء مش هيكفوني ان انا ابقى متواصل وما عنديش مرتب ثابت، لان احنا ما عندناش، مش هيبقى عندنا مرتبات، يس. هيبقى دخلنا من الشركه. حلو. انا عايز 4 عملاء او 5 عملاء عشان اعرف احدد انا رايح فين جميل اول جدا. سنه على الاقل. جميل جدا. يبقى احنا اتفقنا اهو باللي انت بتقوله اهو، انه في سؤال انه يعني ايه سي ار؟ ماشي. الكوميرشال ريجستريشن او السجل التجاري. السجل اه التجاري. آه، ف عشان كده شوف اللي انت بتقوله، لما نقعد نفكر مع بعض واحده واحده يا عاصم اهو، التفاصيل بتقول انه احنا بقى لنا 6 شهور بنصرف عشان التاسيس والاوراق وهكذا، وبعدين معانا عقدين او ايا كان، فيعني مش هيجيبوا لنا الرقم يا لطيف، وانا هيبقى عندي بقى مرتباتنا و يبقى انا تاني هنا محتاج انتبه جدا انه في الفقره الاولى، في المرحله الاولى، انا محتاج احافظ على الكاش فلو، محتاج احافظ على السيوله اللي موجوده معايا. فاي مصروف مهما كان شكله صغير ينفع استغنى عنه دلوقتي، استغنى عنه دلوقتي. طيب مرحله بقى الرامب اب ونشتغل على ايه في التسويق وهكذا، خليني اسالك انه الحاجه الثانيه اللي عايزين نفاليديت عليها او نتكلم فيها، هو ايه القناه اللي انت شايف هتبقى بتستخدمها من قنوات لينكد ان. التسويق؟ لينكد ان. اوكي، ليه لينكد ان؟ لان انا عندي عارف كتير جدا في لينكد ان، عملتهم في خلال ال 12 سنه اللي فاتوا. اوكي. انا في المجال ده بقى لي 27 سنه، حلو قوي. اوبريشنال مينتنس بقى لي 27 سنه. بيرفكت. آه عندي معارف كتير جدا على لينكد ان، سواء قرايب او عملاء او فيندورز. فانا عندي السكك اللي هخش فيها في لينكد ان. يوتيوب ما اعتقدش، فيسبوك ما فيش، ما لناش عملاء فيه خالص. فلينكد ان هو انسب حاجه يعني. اكسلنت. اكسلنت. طيب انت الدنيا بالنسبه لك يعني somehow مترتبه ان شاء الله. بالظبط ان شاء الله. على خير على خير. انت معانا في الرحله ان شاء الله، فهنقعد بقى نمخمخ اه. اكتر في الاس او بيز وفي هي بصراحه مسؤوليه جايه في وقتها جدا، الكورس جاي في وقته بطريقه مش طبيعيه. يعني انا استلمت السي ار بتاع مصر وبعمل السي ار بتاع السعوديه، وجاء الكورس في وقته، مع سبحان الله جه ازاي ما اعرفش. everything happen for a reason. ربك المدبر صح بقى. طبعا. اكيد ربك اكيد. المدبر. فعلا اكيد. حبيبي يا عاصم، حبيبي. ربنا يخليك يا نتشرف بيك استاذ. ان شاء الله بعد ال5 ايام، ونقعد نمخمخ اكتر باذن الله ان بتفاصيل شاء اكتر. الله ان شاء الله. شكرا يا تسلم. عاصم، شكرا.